كان ليا صديق خريج كلية الدراسات الإسلامية، كان نفسه يشتغل مأذون شرعي، والراجل لم يوفق، فقرر إن هو يسافر المملكة العربية السعودية. وبعد فترة رجع، فبسأله إيه الأخبار؟ فقال لي أنا كنت قاعد في مزرعة في الصحراء كلها نخل، ومش شغلانتي غير إن أنا يعني آخد بالي من النخل وأطلع أظبط النخل، ولما انزل ارعى الغنم في المزرعه، وصاحب المزرعه بيجيني كل اسبوع بيجيب لي حاجات اكل فيها يا دوب تكفيني. قال له ساعات كان ممكن بيتاخر عليا، كان ممكن اكل العيش الناشف. ده احد اصدقائي، وعلى مسؤوليته الروايه دي، لكن اعتقد ان هو صادق. حياة الماعز يا اخوانا، فيلم حياة الماعز الهندي اللي انتشر من 3 4 ايام بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار جدل، حقق مشاهدات كتيرة، وابتدى يكتر عنه الكلام والحديث على وسائل التواصل. قصة نجيب الشاب الهندي، وعموما حياة الماعز أو فيلم حياة الماعز ده قصة حقيقية، يعني الموضوع ده حصل فعلا. بيحكي قصة نجيب الشاب اللي سافر، اللي هو المفروض يشتغل في شركة بعد ما رهن بيته عشان يسافر الخليج، وعد عمل جديد واشتغل في شركة وحقق أحلامه، وباع كل ممتلكاته في الهند عشان خاطر يسافر. ولما سافر ليه الوضع متغير، قابله واحد اسمه طالب سعودي بياخده في عربية تعبانة، هو وواحد صاحبه، بيرمي أول واحد في الصحراء، وبعد كده بياخد نجيب لصحراء ويحطه في مكان في الصحراء معزول، مفيش غير غنم بماعز وجمال. الراجل يجيله صدمة، يبتدي يقعد فترة بعد فترة من معاملات المهينة. دي قصة الفيلم اللي هي قصة حقيقية. 3 سنين من المعاناة، بيخس وشكله يتحول إلى إنسان كأنه من أهل الكهف. دي باختصار قصة الفيلم، وفي الآخر بيحاول يهرب، وبيساعده راجل سعودي تاني على الخلاص والهرب. الفيلم ده أثار غضب بعض السعوديين. اولا حضراتكم، احنا في مش موضع انتقاد ان احنا ننتقد الفيلم او ما ننتقدوش، احنا بنقول الفيلم بيحكي قصة واقعية. اثار غضب السعودية، اعتقد انه هو اثار غضب السعودية، لكن لو هنفتكر بعقلانية، الفيلم عادي بيحكي قصة مأساة إنسانية حصلت لمواطن هندي في الحقيقة، وتناولها الفيلم بشكل ممتع. حسب اللي بيشاهد الفيلم بيقول لك انه الفيلم غير ممل، وان المخرج وفق جدا ان هو يقدر يجذب المشاهد. واقع حقيقيه حصلت، مأساة إنسانية لكل مجتمع، فيه كويس وفيه الوحش. في نفس الوقت برضه بيظهر الفيلم ان احد السعوديين كان سبب في انقاذه، لكن الفيلم اثار غضب السعوديين، ويقال والله اعلم ان هو ما بيتعرضش في السعوديه او ممنوع برضه في السعوديه. دي باختصار قصه الهندي حياه الماعز اللي اثار ضجة كبيرة. قصة نجيب اللي بيتعامل معاملة مهينة غير آدمية من أحد السعوديين بعد ما هو يرميه في صحراء هو وصاحبه. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.